السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم جميعا بخير وسعادة بمناسبة تاني أيام عيد الفطر المبارك. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم بلغنا رمضان القادم لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. من حق كل جماهير نادي الزمالك أن تفخر بناديها، أن تفخر بأنك زملكاوي. كل واحد قدامي دلوقتي زملكاوي يفخر بأنه بيشجع نادي الزمالك، نادي الصفاء، نادي النقاء. وحسنا فعل مؤسس هذا النادي أنه اختار له اللون الأبيض، لون الصفاء والنقاء، بعكس النادي الآخر اختار لون أحمر، لون الدم، لون الحقد والكراهية. هو ده نادي الزمالك اللي دائما بطولاته كلها حلال. لك أن تفخر بأنك نادي القرن الحقيقي، اللي هو يعني ما فيهوش فيه نقد ولا إبرام. غيرك بيفخر بلقب مسروق، ودايما يقول لك أنا نادي القرن بلقب تم سرقته عمدا عمدا، والجميع يعلم وأولهم متخذوا هذا القرار بأن يكون هو ده نادي القرن. اللي حاليا دلوقتي كل ما يتكلموا يقول لك احنا نادي القرن في افريقيا. لك ان تفخر بان بطولاتك كلها من حلال، ووضحت الايام وظهرت الصوره جليه امام الجميع بان نادي الزمالك بطولاته دائما بعرق اولاده، وليس بطرق قذره يفعلها الآخرون كي يستقطبوا أكبر قدر من البطولات. بطولاتهم كلها دون استثناء، كلها أتت من وضع غير طبيعي. لك أن تفخر عزيز الزملكاوي بأنك أحد أفراد منظومة الزمالك العظيم. أهلا ومرحبا بكم، معاكم حسين خضر وحلقة جديدة بقناتكم حائط صد زملكاوي. معانا ايه النهارده في حلقتنا؟ وحلقه هامه جدا لكل عشاق نادي الزمالك. معانا في العناوين يعني الرئيسيه لهذه الحلقه خطاب صايع من الزمالك للرابطه، وهقول لك يعني قد ايه هذا الخطاب صايع، بمعنى كلمه يعني هي مش كلمه ذم في القرار، ولكنه يظهر الكثير من الامور الخفية أمام الجميع، وبيان مؤلم من نادي بيراميدز. والأهلي يهدد أبو ريدة والمنظومة الرياضية، وعندما تتحدث العاهرة عن الشرف. كل ده هيكون معانا النهاردة من خلال حلقتنا اليوم. بس رجاء منكم في البداية دائما دعم القناة باللايك والشير، مهم جدا جدا صوتي يوصل لأكبر قدر من الناس. والأخوة الأعزاء الأفاضل اللي بيشرفونا لأول مرة، الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والتعليقات وتفاعلكم مع الفيديو شيء يسعدني جدا جدا جدا. ونروح لأولى أجزاء حلقتنا اليوم، وألا وهو الخطاب الصايع من نادي الزمالك لرابطة الأندية. في الحقيقة هو مش خطاب واحد، هم خطابين. خطاب تم إرساله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وده بيؤكد على رفضه التام لتعديل عقوبات النادي الأهلي، وبيحط موقف أمام هاني أبو ريدة وأمام اتحاد كرة القدم. أما الأهم، وده يعني لازم يكون لرابطة الأندية مصدرة هذا التعديل اللي شالت منه الثلاث نقاط اللي المفروض تخصم من النادي الأهلي. جميل جدا هذا الخطاب، عجبني قوي 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 هذا الخطاب اللي بيفضح متخذ هذا القرار. يعني ده قرار زي ما قال ميدو، هو قرار أغبى من قرار النادي الأهلي بالانسحاب. وعلى فكرة الأهلي بيفكر إنه يشتكي ميدو على هذه الكلمة، إنه قال غبي، وبقول القرار غبي. هو قال الأهلي أغبياء، هم واخدينه على إنهم أغبياء. ما طالما القرار غبي يبقى مصدرينه أغبياء، وبالتالي يتم شكاية ميدو. عموما هذا موضوع لا يشغلنا كثيرا، لأن الأهلي دلوقتي بيخبط في الحلل. أي حاجة، أي مواضيع كده، أي هلس
بيتكلم فيه. وده خلاص بدأت الصورة الجلية تظهر أمام الجميع في إن ده نادي فاضي. وأنا من زمان بقول هذا الكلام، دائما بقول هذا الكلام، ده نادي فاضي. يعني أما تتك عليه شوية خلاص بالونة هتنفجر وانتهى الأمر. إنما هو محمي بهالة كده عامل حوالين نفسه علشان خاطر الجميع يهابه. ده الوضع القائم اللي موجود عليه هذا النادي حاليا. عموما اروح للخطاب اللي تم ارساله الى الى رابطة الأندية. قال لك ايه؟ ارسل نادي الزمالك اليوم الاثنين اللي هو امبارح خطابا رسميا الى رابطة الأندية المصرية المنحرفة او المحترفة جايز، بناء على الأنباء المتداولة منذ أمس بخصوص صدور قرار جديد من مجلس إدارة الرابطة بتعديل القرار رقم 50 السابق باختار نادي الزمالك، اختار نادي الزمالك به، وعشان هو القرار الأول بتاع الثلاث عقوبات اللي انتوا عارفينهم. وأشار نادي الزمالك في خطابه إلى أنه الطرف الرئيسي، يعني الكلام اللي بيتقال بقى انت ما انت ازاي تصفه والكلام، لا ده انا طرف رئيسي واساسي قوي قوي قوي، انه الطرف الرئيسي للموضوع محل القرار المذكور ولم يتم اختاره. يعني المفروض انت طلعت القرار تبلغني بيه يا حبيبي، تقول لي ايه الخطاب فيه، ايه المصيبه اللي انت عملتها يا دياب يا ابن حسان. حتى الآن بالقرار الجديد المنوه عنه بالبيان الأخير بتاريخ 30 مارس 2025، ومع حفظ حق النادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فإن نادي الزمالك يطلب على وجه السرعة بموافاتنا بالرد الرسمي على النقاط الثلاث التالية. وده مربط الفرس الثلاث نقاط اللي الزمالك ذكرهم في خطابه إلى رابطة الأندية. أولا رقم 1 صورة كاملة من القرار الجديد للربط. اديني يا حبيبي، انت نزلت الخطاب على صفحتك 5 دقايق وشلته، وبعت الخطاب للنادي الأهلي، والأهلي بعد كده طلع بيانه بالعودة حنفي إلى المباريات. لا يعنيني انه يعود او لا يعود، انما حنفي وعاد وقال لك ان ده مكسب وانه انتصار. خلاص مش مشكله، اعتبروه انتصار، ما هيش مشكله. انما تاني حاجه بيان تفصيلي باسباب ذلك القرار ان وجد، لان مفيش حيثيات، والله ما في حيثيات. قالوا اعمل كذا، يا طب الوضع، طب يا عم مشيها بقى، قول كذا وقول كذا وقول قهري وقول مهري وقول اي حاجه، انما بناء عن حيثيات واجتماع لم يحدث، والله لم يحدث. فبقول له اديني حيثيات القرار، بيان تفصيلي اللي هو الحيثيات بتاع القرار باسباب ذلك القرار ان وجد. وريني انت اتسندت عليه يا حبيبي. تالت حاجة صورة محضر اجتماع الرابطة. عايز محضر الاجتماع، وروني اجتمعتوا ازاي، لان الكلام ده كان قاله ممدوح عباس لما قال لك ان فين المحضر وفين الكلام دوت في البيان اللي هو قال لك الناس بتصيف اللي بتعيد اليومين دول. فطبعا ده كلام، وطبعا اللي عامل الكلام ده كمال شعيب. فصورة محضر اجتماع الرابطة الذي صدر فيه القرار المشار إليه، وخاصة المستندات بتاع محضر الاجتماع والوثائق ذات الصلة إن وجدت. ده تقدر تقول ده أسلوب تهكم على مصدر القرار اللي هو أحمد ابن إحسان. ويؤكد نادي الزمالك أنه مع احترامه لكافة الأطراف
ذات الصلة، فإن عدم موافاتنا بشيء مما تقدم يعد إقرار منكم بعدم تحققه. يعني أنت لو ما بعت ليش الرد في الثلاث نقاط دولي وبعت لي خطاب بيفيد بهذا المعنى، يبقى الكلام اللي فات ده هكس، لأن هو نزل على صفحتك 5 دقايق واتشال، فيبقى ده لما يتحقق. وعدم وجوده. وكانت رابطة الأندية أرسلت خطابا إلى نادي الزمالك برقم صادر، اللي هو الخطاب الأولاني بتاع الثلاث عقوبات، برقم 707 في 15 مارس 25، والمتضمن رقم 50 بشأن مباراة النادي مع فريق النادي الأهلي التي كان مقررا إقامتها يوم 11 مارس 25، والذي جاء به تطبيقا للائحة. ده الكلام اللي كان مظبوط. اعتبار الزمالك فائز 3-0 وخصم 3 نقاط من المنافس بالإضافة للغرامات والعقوبات المالية. ده عشان كده أنا بقول لك ده خطاب صايع من الآخر، ده خطاب صايع. رد يا حبيبي بقى. كان رابطة الأندية ردت من خلال تسريبات. انت عارف لما بيكون واحدة عاملة وسخة، عاملة قذرة ومستخبية وخزيانة، وتطلع لك تسريبات تقول أي كلام، فده الكلام اللي طلع من خلال تسريبات الرابطة. قال لك ايه؟ الزمالك ليس من حقه الاطلاع على محضر اجتماع الرابطة. ليه يا حبيبي؟ ده الأهلي كان بيقول لك ايه؟ أنا عايز كل خطوة تبعتها لي عشان أرد عليك. في الأول لما بعت الشكوتين بتوعه قال لك كل خطوة ابعتها لي علشان أرد واناقش معاك. يعني كده أي كلام في أي كلام. فهو مطلع على الزمالك ليس من حقه الاطلاع على محضر اجتماع الرابطة. 2. تعديل عقوبة الأهلي. التعديل جاء بإجماع مجلس الإدارة باستثناء عماد متعب اللي هو مش موجود أساسا يعني، ولم يتم، الذي اعتذر منذ فترة عن الاستمرار في المجلس. ده الكلام ده ما احنا عارفينه، إنما فين مجلس الإدارة؟ 3. قرار تعديل عقوبة الأهلي نهائي وغير قابل للطعن. أنا عايز أقف معاك عند النقطة دي شوية بعد إذنكم. البيه لما عمل إن ده عذر قهري استند للمادة 63 فقرة 2 اللي هي إيه بقى؟ لا يجوز الاعتراض على قرارات الرابطة أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية. أنا بقول لك يا حبيبي هذا النص باطل باطل. جواز فؤادة من عتريس باطل. هي فين الظروف القهرية؟ الظروف القهرية اللي هي كلكم عارفينها، الناس كلها بقت عارفة الظروف القهرية: فيضانات، زلازل، براكين، حاجة خارجة عن الإرادة، الطيارة وقعت، الأتوبيس وقع باللاعبين، كل دي ظروف قهرية، حاجة يعني قضاء وقدر. إنما كانت فين الظروف القهرية يا حبيبي وانت أساسا أخدت القرار الأول ما فيهوش ظروف قهرية؟ كنت بتستند على إيه؟ بعت أنت للأولمبية الغير مختصة وزيلت خطابك بجملة إنك أنت في انتظار رد الأولمبية واحترام رأيها. فين؟ وهتنفذ قرار الأولمبية. ده واضح إنك كنتوا بتخبطهم، وبالرغم إن الأولمبية ليست جهة اختصاص، ده أنت عملتها جهة اختصاص وأي حكم هيصدر منها هيبقى شامل النفاذ. بعت لها عذر قهري؟
بلاش دي. هل الاهلي نفسه بعت في اي خطاب من خطاباته للاولمبيه او للرابطه او لاي جهه بان كان في هناك ظروف قاهريه؟ جبتها منين دي بقى يا دياب؟ جبتها منين؟ عشان كده بقول لك هذا النص باطل ومتعارض مع نص الماده 58 من لائحه المسابقات التي تنص على اتخاذ الاجراءات القضائيه طبقا للوائح القضائيه ذات الصله باتحاد كره القدم. انت ما عملتش اي حاجه خالص. كل ده كلام فاضي ومبني على اسس واهيه. انت عايز تدي صفه للقرار او تعديل القرار اللي انت عملته بانه لا يجوز الاعتراض عليه او الاستئناف عليه. والله العظيم انت تعبان في دماغك يا ابني. انت خلل على اي اساس؟ يعني معنى كده ان انا ما اقدرش اروح الفيفا. ليه؟ لان انا لازم اروح لجنه التظلمات اولا، ومن لجنه التظلمات اطلع على المحكمه الدوليه. خلاص ما عادش فيه تشريع تحكيم، انتهى امرها. يبقى البيه بيحصن هذا العجن كمان بهذه الجمله. ده اللي قاله او التسريبات اللي صدرت من رابطه الانديه. اروح معاك لبيراميدز. والحقيقه نادي بيراميدز بسم الله ما شاء الله يعني نزل بيان قال فيه استكمالا. وفي البدايه قال لك ايه؟ اصدر نادي بيراميدز بيان رسمي منذ قليل تعليقا على المسرحيه السخيفه والعار الذي يلاحق الكره المصريه لصالح نادي واحد. ما يحدث في الكره المصريه من مجاملات فجه يذكرني سياسيا بما تفعله الولايات المتحده الامريكيه من دعم واضح لدول الاحتلال، دوله الاحتلال، حيث دعم كامل لا حصر له للظلم والفساد. ليصدر نادي بيراميدز بيان رسمي منذ قليل. وجاء بيان نادي بيراميدز على الصادر منذ قليل على النحو التالي: استكمالا لموقفنا من الأزمة القانونية الجارية التي تضرب كرة القدم المصرية، يؤكد نادي بيراميدز أنه وطوال الأزمة الأخيرة المثارة بشأن انسحاب النادي الأهلي من الدوري العام أمام الزمالك آثرنا التزام الصمت، شادين بلاستر وساكتين، والاكتفاء بدور المتابع، خاصة وأن تطبيق اللوائح كان يتم بحزم وشفافية. لما القرار الأول صدر بتطبيق اللائحة يبقى أنتوا كده معداكوا العيب وبدون تمييز بين أي من الأطراف، ولكن نتيجة لقرار مجلس رابطة الأندية المنحرفة المحترفة أصلا بالتراجع عن العقوبات التي تم اعتمادها مسبقا على النادي الأهلي، وزاد أن دافع عنها أمام اللجنة الأولمبية المصرية لتحصينها وتأكيدها. يعني هو كان متخذ القرار وبيدافع عنه أمام الأولمبية. نود أن نؤكد على النقاط التالية: أصبح نفس الكلام، أصبح نادي بيراميدز الآن طرفا أصيلا في هذه الأزمة بسبب الضرر المباشر الواقع عليه والذي يضر بالمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص. إنما اتخذته الرابطة من قرار بتغيير العقوبة يعد نموذجا صارخا لازدواجية المعايير. ما انت طبقت السنة اللي فاتت على الزمالك والسنة دي وضع تاني على الأهلي، في ازدواجية يا حبيبي في تطبيق اللوائح على أندية الدوري المصري، خاصة وأننا أمام واقعة متكررة
تم اتخاذ إجراءات سابقة فيها من نفس المجلس، من نفس مجلس الرابطة وفقا للوائح الرابطة نفسها في العام الماضي، ولكن الطرف الآخر كان نادي الزمالك اللي بتطبق عليه اللوائح، اللي بيتداس عليه من كل الاتجاهات. ولكنه طالما الموضوع قانوني ومطابق للوائح، تعظيم سلام، احنا ما بنقولش حاجة، احنا ما بنفتحش بقنا ونتكلم، احنا اساسا كل امورنا بتتم بشفافية وامام الاعين وامام كل الناس. سيبك من الهجص اللي هم بيقولوه ده والزملكة وما ادراك ما الزملكة، لا يا حبيبي. عموما، وإذا كانت عقوبة الانسحاب التي أقرتها رابطة الأندية المنحرفة، أقصد المحترفة، على النادي الأهلي هي مجرد خسارة مباراة ب3 نقاط فقط، فكان على رابطة الأندية أن تبلغنا بذلك. ما تقول لنا يا أخي إذا كان الانسحاب 3 نقاط، قول لنا ليه؟ حتى يتخذ بيراميدز قرارا هو الآخر ويحصل على الراحة المناسبة. ماتش يا أخي، أنا فارق بنقاط كتيرة وأنا عايز أتفرغ لأفريقيا، فاديني مهلة بقى. الماتش ده مش لاعبه 3 نقاط مش عايزه، ما هي بقت سهلة طالما أن القضية كلها تتلخص في خسارة نقاط مباراة لا أكثر. إن نادي بيراميدز حرصا على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة. خلي بالك احنا بنتكلم كلام واقعي. لو بصيت على لجان الآلة بص تلاقيها مش قادرة تتكلم، أقسم بالله بيتكلموا في أي كلام وما قادرين يتطرقوا إلى اللوائح والقوانين لأنها مندسة. يقول لك إيه يا أخي، ما أنت ما تسكت بقى، ما احنا قلنا نقسم البلد نصين، شغل قاعدين على الحصيرة، نقسم البلد نصين، نشيل شوية هنا وشوية هنا ومشي الحال. القرار اللي اتخذ معيوب جدا، لانك انت لما تخصم ال3 نقاط يعني معنى كده ان الاهلي لم ينسحب، يعني معنى كده ان المباراة لابد ان تعاد. انتوا نايمين يا جماعة ولا ايه؟ اللي اتخذ القرار ده اساسا مهوي، كان نايم من غير غطا وباينه للجميع. والشفافية والنزاهة التي تدعو إليها جميع المواثيق الرياضية الدولية والمحلية، وخاصة الميثاق الأولمبي وقانون ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل وخارج مصر للحفاظ على حقه بصفة خاصة وحقوق الأندية بالمشاركة في الدوري الممتاز بشكل عام. يؤكد نادي بيراميدز كونه أحد نماذج الأندية الاستثمارية المشاركة في الدوري المصري على احترامه للقواعد التنظيمية المعمول بها سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المنحرفة، أقصد المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة، كما يؤكد أهمية الحفاظ على سمعة الدوري المصري أمام العالم، والذي يتابع عن كثب الأزمة الأخيرة، خاصة وأن النادي الأهلي المشارك في كأس العالم للأندية للأسف أحد أطراف الأزمة الأخيرة. والله العظيم وكسنا في كل الدنيا، وكل ما يروحوا أحد سيبك من إنه يفوز أو ياخد بطولة الكلام ده، ريحتهم بتبقى وحشة، هم راجعين بيبقوا عاملين بلاوي. الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات توضح للعالم أجمع احترام اللوائح والقوانين المنظمة للرياضة المصرية. ده كلام نادي بيراميدز القوي جدا والمؤلم جدا، والكلام ده يعتبر من نادي استثماري خارجي داخل مصر بيفضح الدنيا. نادي في الامارات العربيه، صاحبه من الامارات العربيه، والكلام ده قدام الناس وقدام كل الدول العربيه. وازاي الاهلي ده بيجامل هذه المجاملات الفجه والرهيبه داخل مصر عشان الكل يعلم، القاصي والداني يعلم ان هذا النادي ياخذ بطولاته من حرام، من حرام، من رحم الحرام ياخذ بطولاته.
هو ده النادي الاهلي. عشان كده بقول في بداية حلقتي: لك ان تفخر بانك زملكاوي، لك ان تفخر بان لباسك ابيض ناصع، لك ان تفخر بانك التالتة يمين. احنا من اصحاب اليمين، والحمد لله هم من اصحاب الشمال. فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني؟ احنا نادي القرن الحقيقي. ولما طلع مصطفى فهمي وقال لك انا ساعدت الاهلي، اللي هم مش ما بيعبرونيش دلوقتي في الانتخابات، انا ساعدته في نادي القرن. اوعى اوعى تقول نادي القرن تاني. الحقوق لابد ان ترد الى اصحابها، يا نادي اصحاب النهب والسرقه. ما علينا. طبعا نادي بيراميدز كان طلب حكام اجانب، وقلت لكم الكلام ده امبارح. بعت لاتحاد الكره قال له ايه؟ نأسف، احنا غيرنا الموقف. ليه غيرتوا الموقف؟ قال لك احنا بنطالب بالنزاهه. يعني لما بطلب حكام من اجانب عايز نزاهه تحكيميه، فما بالك المنظومه كلها فاسده؟ ما هو الفساد واضح اهو. اجيب حكام اجانب من ايه؟ ليه؟ اجيب في هذا الفساد ازاي؟ يا جماعه انا قاري المشهد ده من 40 50 سنه وانا قاريه، حافظه وعارفه. طبعا الموضوع هيرجع تاني يصب فين؟ في اتحاد الكوره. قبل ما اخلص الجمله بتاعت التحكيم، الاهلي على طول سارع وقال عايز في تحكيم اجنبي، وبعت يستفسر عن تكلفه طاقم التحكيم الاجنبي عشان يبعت الفلوس. خطبت مين بقى دلوقتي؟ خطبت اتحاد كره القدم، مش الرابطه. كلام اللي صوت انبحي فيه وقلت ان التحكيم هو حق اصيل لاتحاد كره القدم، مش رابطه الانديه واحمد بن حسين. يبقى انت دلوقتي اعتراف صريح، انت لم تطلب حكاما اجانب، يبقى انت انسحبت ليه؟ ايه ظروف القاهره يا اساتذه؟ كل شيء انكشف وبان. الامور كلها بقى تصب فين؟ في اتحاد الكوره تاني، عند لجنه التظلمات او الاستئناف كما يحلو لك ان تسميها بقى. قرار الاستئناف، وخاصة ان هنا بريدة غير موافق على هذا العبث اللي عمله احمد بن حسين. فمن الوارد جدا طبعا امام قضاء اجلاء في لجنة الاستئناف ان هذا القرار يتم، او تعديل القرار يتم طبعا من بداية مع بلوغ سند. عشان كده الاهلي خايف. يا جماعة الموضوع ده، هو احمد دايما ما عمل الموضوع ده معمول ليه؟ ده موضوع اللي بداية الغاء الدوري العام. اما اجيب لك من الاخر، هو موضوع لإلغاء الدوري العام، ويبقى كده الاهلي حافظ ماء وجهه، ويتحل فيها اتحاد الكوره، يتحل فيها مجالس ادارات، يتحل فيها الرابطه، وهكذا. لان انت عندك احمد سامي قال نفس الجمله، قال لك سيكون تعديل قرارات الرابطه فيما يخص مباراه القمه التعديلات اللي عملها الواد بن حسين هي الخطوه التي ستؤدي في النهايه الى الغاء بطوله الدوري، وربما يصل الامر الى حل الرابطه من الاساس. ده الوضع. الموضوع هيتأزم. الدنيا هتروح في سكك تانية، هتروح في سكك تانية ممكن جدا جدا جدا.
ليه؟ الاهلي عايز يولعها. وده كان الشراره اللي بداها ابن حسان، بانه يضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط، وتبدا الدنيا بقى تشتعل والنيران تتأجج، ويبقى ما عادش لا ريبه ولا مناص ولا بد من ايه؟ من الغاء الدوري العام وحل مجلس اداره اتحاد الكره والرابطه، ويرجع لنا بقى تاني عامر حسين. كل الفيلم ده عامر حسين ده المنظم الاول لبطولات النادي الاهلي. الاهلي ما خدش على انه يلعب زيه زي بقيه الفرق. الاهلي واخد على الراحه والطبطبه، واخد على انه بين كل مباراه ومباراه اسبوع 10 ايام. مين اللي بيعمل له كده؟ الواد ابن حسين اللي اسمه عامر، وشغال على هذا الوضع. فان يجي بقى دوري منتظم والاهلي يبقى زيه زي كل الانديه، لا، يبقى الاهلي كده اكيد هيخسر. عرفتوا البطولات بتيجي ازاي؟ دلوقتي كل هم الاهلي عودة عامر حسين. ربنا ياخد عامر حسين ويخلص منه بقى. فالاهلي خوفه بقى من قرار لجنة الاستئناف او لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم. فبدأ يخوف ابو ريدة، بدأ يهدد ابو ريدة. ايه يا عم الحاج ابو ريدة؟ يا ابو ريدة حافظ على مكانك، انت على راسك كذا بطحة يا ابو ريدة. ابو ريدة اللي هو يعني كان اول منظار، كان زار النادي الاهلي وخطيب حبيبي وحسن حمدي صاحبي ورفيقي، وكانت الدنيا بقى يعني زبادي في الخلاط. انما الوضع القائم دلوقتي الخوف من ابو ريدة. فهم قال لك ايه؟ قالوا له نادي سيراميكا قدم اقرارات. هل نادي سيراميكا قدم اقرارات بخصوص طارق ابو العينين، ان مفيش اي ترابط او مصالح ماليه بينه وبين طارق ابو العينين اللي هو موجود في عضويه اتحاد كره القدم، ويبقى هنا تضارب مصالح؟ ولما يحصل الكلام ده بقى يبقى يتنسف اتحاد الكره من الاساس. ده بقى بدأ الاهلي بقى ايه؟ يلعب اهو، عيل وشبط، خليه يشبط يا سيدي، خليه يلعب. وايه تاني؟ ونادي تيم سي ده اللي هو اللي ينتمي الى دكتور وليد درويش، برضو احد اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم، نفس الحال. هل له اتصال مع قدم اقرار يفيد عدم وجود ترابط مالي او ما الى ذلك بينه وبين نادي تيم سي؟ وبالتالي يبقى برضه نسفناك يا ابو ريده. طب ايه وضع ابو ريده؟ وضع ابو ريده ولا حاجه، شويه عيال بيلعبوا. ايوه شويه عيال بيلعبوا. ما انا بقول لك نادي فاضي. انا قلت لك من البدايه ده نادي فاضي، نادي هزق. الكلام ده كله انت بتتكلم مع مين؟ بقى هتتكلم مع مدير المكتب التنفيذي للفيفا والكاف، وراجل يعني اتعصر جوه هذه المنظومه بالكامل علشان يقع فين؟ كلام فارغ زي اللي انت بتقوله ده. خلي العيال تفرح ويلعبوا. نادي الزمالك ايه يا عم؟ نادي الزمالك ماله؟ ده عليه ديون. نادي الزمالك عليه ديون؟ نادي الزمالك عليه ديون. وازاي يشارك في افريقيا وعليه ديون وتمت يعني تفضيله؟ لا يا حبيبي، نادي الزمالك لما يفضل على اي نادي وتحط نسب للسداد والزمالك سدد عادي، يعني ايه المشكله؟ شويه عيال بيلعبوا، خليهم يلعبوا.
نادي بيراميدز. ايه يا جماعه، في ايه؟ نادي بيراميدز الاخر عليه ديون؟ لا، هو انا ما قلتلكش لا معلوش ديون ولا حاجه، بس نادي بيراميدز لم يستكمل شروط الرخصه. انت هبل يا ابني، رخصه ايه؟ واللعب المالي النظيف، ماشي. ايه اللعب المالي النظيف؟ اموال ما نعرفش جايه منين ورايحه فين وبيجيب لعيبه. طب ما تيجي نشوفك انت بقى. ده بالظبط زي ما بقول لك، عندما تتحدث العاهرة عن الشرف. أين سافيو أبو 5 مليون دولار؟ أين موديست 2 مليون دولار؟ أين ميكيسوني 1.5 مليون دولار؟ ها؟ أين اللاعب اللي هو بتاع المغرب ده، اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه، اللي هو دلوقتي محسوب على الأهلي بياخد فلوس من غير ما يلعب ومن غير ما يكون متقاعد في الأهلي. فين؟ يحيى عطية الله اللي قاعد بره، علي معلول، اشرف بن داري. ايه وايه 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 وايه؟ ده انت بيتك مش من ازاز، ده انت بيتك مخرم. هو ده اللي بيدور على ايه؟ انتظام. بقولك بالظبط كده، عندما تتحدث العاهرة عن الشرف. ده اللي هو موجود داخل النادي الاهلي. عموما عايز اطمن جماهير الزمالك على بعثتنا هناك في جنوب افريقيا، وطبعا كلكم عارفين الغيابات مش هنلت ونعجن كتير فيها. واللي بيسيروا قال لك لابد ان يعني نحسم بطاقة الصعود ان شاء الله من جنوب افريقيا باذن الله. الفريق هيلعب غدا ان شاء الله الساعة 3، هيكون في القاهرة بإذن الله يوم الخميس ليلة، لأنه جاي بطيران عادي. وإن شاء الله نبدأ صراع أحمد مصطفى زيزو، والأمور نشوفها توصل إلى أي مدى، عشان خاطر الإفتاءات كثرت هذه السواعات الأخيرة. وبكده أترككم الآن، وإن شاء الله لنا لقاء آخر يمكن يكون الليلة بإذن الله. وما تنسوش دعم القناة باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وأترككم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.